هات ورقة وقلم واكتب عليها أهدافي أو أحلامي أو أي كلمة بتعبر عن أمنياتك، وابدأ اكتب كل حاجة نفسك تحققها. بس خد بالك من الأسئلة دي، أسئلة زي طب ده ممكن، طب ده ينفع، طب الفلوس هتيجي منين. لا 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 لا، قبل ما تقول ما ينفعش شوف الأول أنت عايز إيه. أغلب الناس بتحبس نفسها في قيود وهمية، يقعد يقول لنفسه مفيش فلوس، مفيش فرصة، صعب نعمل الموضوع ده. جرب حاجة مختلفة واحلم كأن مفيش قيود. اكتب أحلامك كأنك ملكتها فعلا ببلاش، صدقني. وتخيل نفسك بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، عايز تكون فين؟ عايز علاقاتك تبقى عاملة ازاي؟ شغلك، دخلك، بيتك، عربيتك، أسرتك. دي نقطة البداية لتحقيق أي حاجة كبيرة أنت عايزها. بس الشغل مش أولوية، الفلوس مش أولوية، حتى العيلة مش أولوية. كل ده بيبقى مش مهم في لحظة واحدة بس، لحظة لما أنت ما تبقاش موجود. وظيفتك مش هتنفعك لو صحتك راحت منك، عيلتك محتاج تكون موجود عشان تقدر تعيش معاه، وفلوسك ملهاش قيمة لو أنت مش قادر تستمتع بيها. كل حاجة في حياتك ممكنة عشان حاجة واحدة بس، جسمك اللي أنت عايش فيه في الدنيا دي. فلو حاسس إنك تايه ومش في مودك، جرب الوصفة دي قبل ما تستسلم للإحساس ده. اعمل رياضة كل يوم نص ساعة بس، أي حاجة تحرك فيها جسمك. تاني حاجة، نظف، رتب، صلح أي حاجة قدام منك. تالت حاجة، صلي لربنا أو مارس أي نوع من أنواع الهدوء التام لمدة نص ساعة بس. رابع حاجة، اعمل حاجة كويسة لأي حد، ساعد حد، اسعد حد، قدم مساعدة بسيطة لأي حد حوالين منك. وبعد ما تعمل الأربع حاجات دول، اقعد يا سيدي على الكنبة وازعل زي ما انت عايز. بس الغريب بقى إنك هتحس بالإنجاز وبالرضا، وإنك خرجت بره دايرة الأفكار اللي بتخليك حاسس بالمشاعر المدمرة. هما حاجتين، الخوف والغضب. الاتنين دول لو سيطروا عليك هيعطلوا لك حياتك تماما. بس في شعور واحد بس هو اللي يعرف إن هو يقضي عليهم، وهو الشعور بالرضا. لأنك ما ينفعش تبقى راضي وخايف في نفس الوقت، ما يمشوش مع بعض. عشان كده ببدأ يومي أنا بالروتين البسيط ده، بغمض عيني وبص للسما وافكر في 3 حاجات أشكر ربنا عليهم. كل فكرة دقيقة واحدة مش أكتر، وأركز إني أفكر في أهم معنى لكل حاجة فيهم. وبعدين بخصص 3 دقايق للدعاء لأسرتي وكل الناس اللي أنا بحبها. وآخر حاجة بدي 3 دقايق أشكر فيهم ربنا على الحاجات اللي لسه ما حصلتش، الحاجات اللي أنا شايف علاماتها من بعيد بتحصل كده من قدامي، وحاسس إن هي بتقرب وهتبقى حقيقة. وده بيخليني متحمس وبتحرك طول الوقت تقريبا بدون تعب.